اهلا وسهلا بكل المشاهدين معانا مره تانية. النهارده في صباح رياضه فقره كوره في كوره، كل الاخبار وكل التفاصيل، كل الاحداث على ساحه كره القدم المصريه، انديه، منتخبات، دوري ممتاز، بطولات افريقيه. ان شاء الله وقتكم معانا يكون جميل، ونحاول ان احنا نستغل كل الوقت ان احنا نتكلم في كل تفاصيل كره القدم مع نجمنا النهارده كابتن احمد عبد الفتاح لاعب الاهلي السابق. يا كابتن احمد صباح الفل واهلا بيك معانا، منورنا ومشرفنا. صباح الخير، طبعا مبسوط اني موجود معاك النهارده مع مشاهدي النيل للرياضه، يعتبر اللي هي ده بيتنا، ده قناه النيل للرياضه دي بيتنا يعني، فانا مبسوط اني موجود معاك النهارده. الله يخليك، ميرسي جدا. بيبيتو دي يعني بنعمل تنويه كده على الفيسبوك، لقيت الناس عماله تقول لك بيبيتو لا وانا صغير كده وانا بلعب في النادي الاهلي كده في فتره من الفترات كانوا بيشبهوني ببيتو لاعب البرازيل يعني. فالجيل بتاعي يعني انا من جيل النادي الاهلي جيل 71، جيل عظيم يعني، يعتبر جيل عظيم فيه لعيبه طلعت في الفريق الاول زي وليد صلاح الدين، هادي خشبه، احمد ايوب، وفي لعيبه ثانيه بقى لعبت في انديه ثانيه زي موفق الباشا، طارق سليمان، ياسر رجب، شريف بيومي، لعيبه كتيره جدا. الجيل ده بالذات اللي هو يعتبر المكتشف للجيل ده كابتن الله يرحمه كابتن السايس. اول فتره كنا موجودين فيها في النادي الاهلي كان كابتن السايس هو اللي جايب المجموعه دي، فعشان كنت مشهور بقى في وسط المجموعه دي ببيتو اللاعب البرازيلي يعني، كان لعيب كبير وكان وجه الشبه بقى او طريقه اللعب زي ما هم كانوا شايفين بالظبط كده يعني بالظبط. بس الجميل يا كابتن احمد ان انتوا الجيل بتاعكم ده محافظ على ان انتوا على طول مع بعض وبتتقابلوا على طول، في كده حاله ترابط جميله الحقيقه. بص بصراحه كانت فكره جميله جدا عملها المهندس ذاكر عبد الله. المهندس ذاكر هو يعتبر هو صاحب الفكره دي، كان معانا هو ذاكر ممكن ما كملش شويه في الفريق الاول، دخل في مجال المقاولات وشغل تاني خالص. فكر ان احنا ازاي نجمع المجموعه دي من ساعه ما كنا موجودين في النادي الاهلي. احنا كنا موجودين في النادي الاهلي من سنه كام؟ حوالي 82 83 يعني. الفتره دي كان احنا كل واحد عنده 11 سنه 12 سنه، فمن 11 سنه لغايه 21 سنه في ناس كتير بتتجمع، في ناس بتقعد بقى تكمل لغايه تطلع الفريق الاول، في ناس بتمشي، في ناس بتخش، فقدرنا نجمع حوالي 90% من مجموعه اللعيبه دي، وده انجاز طبعا زي كل واحد في مجال الجامعه كده زي بالظبط. وعملنا جروب، ومهندس ذاكر بصراحه اتقابلنا كذا مره، فطار في رمضان، سحور، مثلا كابتن هادي خشبه كان عامل سحور كذا مره في عنده، كابتن مهندس ذاكر كان على طول بيعمل فطار عنده. عندنا اللي هو حسن برضو من الناس اللي هم يعني بتسأل على كل واحد وبتجمع كل واحد. مجدي البطران مثلا راجل سياسي بيشتغل في السياسه، فده برضو كل واحد في المجال بتاعه. قدرنا نجمع المجموعه دي، بصراحه كانت على يعني فكره هايله، بتوري الناس ازاي النادي الاهلي معلمنا الترابط والاخوه من صغرنا مع بعض، وكانت حاجه جميله جدا. كل سنه على طول لا طبعا اكيد. عندنا احداث كتير جدا يا كابتن احمد، بس حابه ابدا كده بالترتيب بمنتخباتنا المصريه. مرحله مهمه جدا زي ما قال كابتن حسام حسن في تصريحاته الاخيره، كملنا اول مهمه للجهاز الفني للتاهل والتصدر للامم الافريقيه. حضرتك تقيم المرحله فنيا ازاي؟ العناصر الاساسيه، العناصر اللي ضمها كابتن حسام حسن، يعني شفت الفتره اللي فاتت ازاي؟ وطبعا عيوننا على القادم اللي هو اصعب بالتاكيد. اكيد طبعا لازم نكون منصفين للتجربه لحد دلوقتي ناجحه بنسبه 90%. كابتن حسام ماشي في خطين في بطولتين، تصفيات كاس عالم وتصفيات افريقيا. الحمد لله وصلنا في تصفيات افريقيا للبطوله اللي انا شايف ان احنا لازم يكون لنا تواجد اكتر من البطولات اللي فاتت، لازم نوصل على الاقل النهائي. عايزين ناخد البطوله بقى، لا نوصل النهائي، واصل ساعات توصل النهائي والظروف والنصيب والتوفيق ضربات الجزاء مش معاكي، بس انت عملت اللي عليكي. ما احنا قلنا كده اللي في فتره مستر كيروش ان المجموعه وصلت لاخر المباراه وعملوا اللي عليهم، خسرنا المباراه من السنغال بضربات الجزاء، فده ساعات الظروف او الحظوظ او التوفيق ما كانش معانا في المباراه دي. كابتن حسام لحد دلوقتي بصراحه نتائج ايجابيه على اعلى مستوى، ماشي في خطين زي ما بنقول، تصفيات كاس عالم وتصفيات افريقيا. خلصنا من اول حاجه تصفيات افريقيا، وصلنا الحمد لله للبطوله. عندنا دلوقتي تصفيات كاس عالم. انا شايف ان كابتن حسام يعني من التوفيق ليه هو كمدير فني، جه في وقت انا شايف ان في نسبه توفيق، ان المجموعات سهله. يعني اذا كانت مجموعات تصفيات افريقيا الحمد لله وصلنا المركز الاول بعيد عن التاهل، ونظام سهل جدا. تاني حاجه تصفيات كاس عالم
ان احنا برضو احنا في المركز الاول دلوقتي، وشايف ان المجموعه معانا في المتناول، احنا اسمنا كبير جدا على اي اسم طبعا موجود معانا في تصفيات كاس العالم. بس برضو كابتن حسام حسن وهو شغال بيعمل موضوع الاحلال والتبديل، بيدخل مجموعه صغيره اللي هي المجموعه، مش نقولش صغيره، المجموعه اللي لعبت بتاعت المنتخب الاولمبي، وده ظهر اكتر من اسم بدا يظهر على الساحه زي ابراهيم عادل، محمود صابر، كوكا، لعيبه بصراحه هايلين، وبدا يخشوا من المباراه الاخرى، بنشوف عنصر او اتنين بيخش مع جيل محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه. هي دي الكوره في العالم كله، والواحد مدير فني وهو شغال بيشوف مين الاعمار بدات تكبر في مراكز معينه، فيبدا يدخل عنصر جديد، عنصر من المنتخبات الاولمبيه او منتخبات الناشئين، وده اللي نجح فيه كابتن حسام حسن لحد دلوقتي. بس احنا عايزينه يسيبه يشتغل في هدوء شويه، بلاش الانتقادات. كل واحد عنده دماغ بيفكر فيها، مش فيها يعني احنا 100 مليون، مش 100 مليون دماغ، كل واحد بيفكر هو مليون محلل بالظبط كده، هو عنده رؤيه معينه. الكوره عشق للناس كلها اكيد هو المهم بقى انه كابتن حسام حسن لا يلتفت اكيد ده، بس هو ساعات بيلتفت، وساعات بيبقى في بعض التصاريح. اتمنى ان هو يكون يعني ده طبيعي، انك انت بتكون ادام مدير فني لمنتخب مصر لازم تقبل الانتقادات، وطبيعي جدا يكون ردك على الانتقادات بطريقه هاديه جدا، اعصابك هاديه، ما تتعصبش، لان ده طبيعي. اي مكان او اي مجال حد بيشتغل فيه اللي هو الهيد بتاع المكان طبعا، ده طبيعي ان هو يبقى عنده انتقادات في حاجات معينه. ربنا يوفقك، احنا كلنا في ظهرك، اذا كان كل لعيبه الكوره او اذا كان المدربين او كل من ينتمي للرياضه المصريه، كلنا في ظهر كابتن حسام حسن، لانه قيمه كبيره جدا كلاعب دولي، ومن الاسامي اللي هي كانت كل الرياضيين او كل الناس بتوع لعيبه الكوره كانت بتقول كابتن حسام حسن لازم ياخد الفرصه، وجات له الفرصه، واتمناها ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق معاه، ونقدر نوصل لاعلى حته مثلا في تصفيات في بطوله افريقيا او في تصفيات كاس العالم ان شاء الله باذن الله. دايما السؤال الفني اللي دايما بيطرح نفسه لما بنيجي نقيم اي مدير فني، ان هو بيكون عنده طريقه لعب هو يعني متميز بيها بشكل كبير جدا، فلما يجي يمسك اي فرقه، طبعا في فرق بين الانديه وبين المنتخبات. أكيد. انا اطبق طريقه اللعب بتاعتي ايا كانت العناصر اللي موجوده معايا، ولا انا ابتدي استفيد من العناصر اللي موجوده وافصل طريقه اللعب اللي تتناسب مع العناصر. أكيد. حضرتك شفت الموقف ده ازاي؟ بص يا كابتن حسام حسن، يعني في بعض المباريات بيغير طريقه اللعب، وده باين ان هو عنده افكار كتيره بيقدر يستغلها، مش نفس الفكر مكمله في كل المباريات، لا عنده مرونه تكتيكيه جامده جدا. في بعض المباريات لعب 4-3-3، في بعض المباريات لعب 4-2-3-1، في بعض المباريات الخارجيه بدا يلعب 3 مدافعين، وده برضو اشتغل عليها كويس. بس هو كابتن حسام محتاج وقت شويه، عشان المشكله دلوقتي ان موضوع الاجنده الدوليه مفيش وقت ان انا اقعد مع اللعيبه واشتغل معاهم كتير، واشتغل معاهم في طريقه اللعب. بقدر اعمل محاضرات، بقدر اتكلم معاهم كتير اكتر من الشغل الفني، لان انا بجمع قبل البطوله او قبل المباراه ب3-4 ايام، فمش هلحق اشتغل او اقدر يعني افرض فكري الفني في الملعب. فبيبقى كلامي كتير في محاضرات كتير، بتكلم برضو لعيبه المنتخب مصر. اي لاعب بيروح المنتخب مصر بيبقى عنده برضو يعني مرونه في دماغه انه يقدر اي طريقه يقدر يشتغلها بكل سهوله، مش محتاج تمارين كتير او مش محتاج شغل كتير عليها. بيتكلم معاهم كتير، وهو راجل بيشتغل وعنده افكار معينه. وده بان في بعض المباريات، ادى فرص كتيره، وناس كتير لعبت مش في اماكنها. يعني مثلا شفنا بعض المباريات الخارجيه لقينا زيزو لعب باك يمين في طريقه 3-4-3 واشتغلها كويس جدا. ادى فرصه مثلا لمصطفى شوبير المباراه اللي فاتت اللي حصل فيها جدال كبير جدا، ليه مصطفى شوبير، ليه مش محمد عواد؟ يا جماعه سيبوا الراجل يشتغل، سيبوا، هو عنده افكار بيعمل زي ما قلنا وده ليه دور بالظبط، بيعمل جيل. ومصطفى من احسن اجوان مش في مصر دلوقتي، مصطفى من احسن اجوان في افريقيا. مصطفى دلوقتي لو موجود في اي نادي غير النادي الاهلي، عشان محمد الشناوي طبعا حارس مصر الاول، هيبقى الحارس الاول وهياخد فرصته، وهيبقى اقرب لاي حد من الشناوي في منتخب مصر. بس احنا مشكلتنا برضو احنا مقيمينها اهلي وزمالك، وهي دي المشكله. منتخب مصر مش اهلي وزمالك، منتخب مصر كابتن حسام حسن بيقدر بيشتغل وبيحضر جيل جديد، والشناوي هو دلوقتي رقم 1 في مصر، مالناش دعوه مين رقم 2. عواد ماشي كويس، الشناوي ماشي كويس. امبارح شفنا المهدي السليمان عمل مباراه على اعلى مستوى. امبارح الناس امبارح بقى تقول لك ليه يلعب مصطفى شوبير، بتقول ليه المهدي ما يلعبش؟
يا جماعه ما هو دايما خلاص. كده هنفضل نختلف طول هي ما دي احنا مشكلة. موجودين في الارض يعني. كمان الجدل اللي حصل يا كابتن احمد انه ازاي الكاف او يختار مصطفى شوبير يترشح للافضل. هو بالتاكيد ده بيكون بناء على مشوار عام كامل طبعا او طبعا. موسم كامل، البطوله هو بطل الدوري الابطال. لا ومش دوري الابطال بس، مصطفى شوبير ليه دور كبير جدا في البطوله اللي فاتت دي. مصطفى شوبير 9 مباريات في بطوله افريقيا مفيش اهداف دخلت فيه، ده انجاز كبير جدا، ودي حاجه رقم كبير جدا جدا يعني. فعشان كده محطوط مش احسن حارس، لا احسن لاعب في البطوله. وكان ليه دور كبير جدا ان النادي الاهلي يفوز بالبطوله اللي فاتت دي. احنا مشكلتنا ان احنا بننسى، وبرده بنقيمها زي ما بقول لك الاهلي والزمالك. لا مصطفى شوبير يستاهل، هو مصطفى محطوط في الجايزتين بالظبط كده. مصطفى شوبير يستاهل، وولد الله اكبر ما شاء الله، مركز من صغره ان هو عايز يوصل في حته ومكانه معينه، وان شاء الله باذن الله نشوفه في مش احسن لاعب في افريقيا بس، ان شاء الله باذن الله يلعب، وان شاء الله نشوفه في تجربه احترافيه، لان هو يستاهل انه يبقى في حته احترافيه كويسه باذن الله. قبل ما نسيب منتخب مصر، هل في عناصر حضرتك متابعها في الدوري المصري محتاجين ان يتنور كده عليها وتكون منضمه، ولا اللي اختارهم الكابتن حسام حسن وما زال بيختارهم هم الافضل؟ بص الكابتن حسام عنده جرأة كبيره جدا في اختيار اللعيبه. اي لعيب بيظهر بصوره كويسه على طول بنلاقيه موجود. ما بقاش خلاص دلوقتي المنتخب حكر على بعض اللعيبه، لا دلوقتي يعني محمد ربيعه المعسكر اللي فات، وزلاكا، اسامي كبيره جدا بتقدر تخش. اي حد بيظهر بصوره جيده في الدوري الممتاز على طول بيثبت نفسه. فدي حاجه. طاهر اول ما طاهر بدا يلمع نفسه على طول بقى موجود وبيلعب اساسي في الفرقه، فدي حاجه كويسه جدا، ودي بتدي برده حماس او روح لعيبه الدوري ان لا انا قريب من المنتخب. بالزبط. لما يشوفوا محمد ربيعه لاعب سموحه لما كان عنده دلوقتي 28 سنه موجود في المنتخب وبيلعب بصفه اساسيه، دي بتدي الجرأه لاي حد او بتدي الثقه لاي حد، لا ده انا شد حيلي ويبقى ليا دور في المنتخب. وعندنا مشاكل في بعض المراكز، اتمنى يكون ليها حلول الفتره الجايه في لعيبه الدوري ان شاء الله، وفي بعض اللعيبه تظهر بشكل جيد، عشان دي كل ما قاعده الاختيار تكبر بالنسبه للكابتن حسام حسن، ده يبقى نجاح بالنسبه له، ويختار مجموعه من اللعيبه على اعلى مستوى ان شاء الله في باذن الله. المنتخب بقى الشباب، احنا هناخد الشباب والناشئين، البطوله هنا على ارضنا في اسماعيليه، يعني احنا أزمنا الموقف بايدينا. البدايه كانت صعبه شويه، البدايه، لكن واضح انه في تطور في الاداء من مباراه لمباراه لغايه ما هنوصل يوم الثلاث لمباراتنا الفاصله ان شاء الله نصعد من خلالها مع منتخب تونس. بص هو التحضير ما كانش كويس، التحضير للبطوله ما كانش على اعلى مستوى. مستر ميكالي لسه ماسك الفرقه، وده كان اختيار في وقت من الاوقات. وطبعا اسم كبير واسم نجح يعتبر مع المنتخب الاولمبي، بس احنا بقى لنا سنه ونص مع كابتن وائل رياض، هو اللي كان المدير الفني، هو اللي عارف مجموعه اللعيبه، هو اللي بيتم الاختيار من خلاله. لما يجي مستر ميكالي في اخر شهر قبل البطوله تم التعاقد معاه، برضه مش عارف ارتباك اداري ممكن نقول كده. هو قرار يعني كان بعد المنتخب الاولمبي، كان قرار سريع، عايزين يجيبوا اسم كبير. طبعا وائل طبعا من المدير الفنيين الجيدين جدا اللي ليه مستقبل جاي كبير جدا، بس هو قرار ساعتها قالوا لا يعني ندي فرصه لمستر ميكالي اللي هو مسك المرحله دي لمنتخب البرازيل فتره من الفترات. فالاختيار ما شافش كل اللعيبه كويس، ما اختارش اللعيبه، ما شافش ماتشات الدوري كتير، اكيد خد الاختيارات الاخيره، ما لحقش يعني الفكر بتاعه يشتغل مع اللعيبه فترات طويله، لان المعسكر كان صغير. الحمد لله البدايه ما كانتش موفقه، لكن الحمد لله قدرنا كسبنا مباراه، وبعد كده تعادلنا مباراه. اتمنى ان شاء الله باذن الله بس نعدي المرحله دي، وانا شايف ان فيها في تطور كبير جدا للمنتخب ده، وان شاء الله ونقدر نوصل بس لبطوله افريقيا. والاداره ان البطوله ما جاتش فجاه، لازم اكون انا مجهز من قبلها بفتره. برضو انا مش عاجبني الاتحاد الافريقي برضو مختار مجموعه 5 فرق صعبين جدا جدا يتقابلوا مع بعض، ما اعرفش ليه عاملين الحسابات بالشكل ده، اذا كان الناشئين او مش الشباب، هم ال5 فرق اللي هو شمال افريقيا. يعني ليه اعمل كده؟ ما احاول اعملها تصنيف، او احاول اعملها قرعه او مجموعات. لازم اخد مجموعه من غرب افريقيا وجنوب افريقيا، اشتغل بالشكل كده، لان كل شمال افريقيا اجمد منتخبات في شمال افريقيا، المغرب والجزائر وتونس والجزائر حاجه صعبه جدا، الناس هتتظلم. كابتن اسلام الشاطر في تصريحاته قال انه كمان حتى الحكام يعني بيختاروا الحكام من نفس المنطقه
صعبه جدا. كل الفرق بتلعب بعض بالظبط كده. يعني انا مثلا عندي الماتش الجاي مع تونس مثلا الحكم التونسي عندي مثلا بيحكم مباراه ثانيه. في حاجات كتيره لازم، يعني انا مش عارف، انا مستغرب لها بصراحه. في منتخبات هتتظلم، لان اي مجموعه من دي مثلا لو فرقه مثلا مصر او تونس، ان شاء الله باذن الله مصر توصل. فرقه تونس دي لو لعبت في اي مجموعه ثانيه فرقه قويه جدا، كان ممكن سهل جدا توصل. الجزائر، ليبيا، الجزائر بالظبط كده. لكن مش عارف انا ايه سبب، اذا كان منتخب الناشئين برضه في نفس المشكله. بس بالزبط. الحمد لله كابتن احمد الكاس والجهاز الفني موجودين بقى لهم فتره مع المنتخب، وغير منتخب الناشئين. منتخب الشباب، منتخب الناشئين فتره كابتن احمد الكاس مجهز الفرقه كويس ومستقر مع كويس بالظبط كده. جهاز فني هو كابتن محمد ابراهيم، جهاز فني اسكندراني. اول مره اشوف جهاز اسكندراني يمسك منتخب مصر، حاجه كويسه جدا. كابتن احمد الكاس اسم كبير جدا في الكره المصريه، اتمنى له طبعا التوفيق. بدايه كانت غير موفقه وخساره كبيره جدا من المغرب، لكن الحمد لله قدرنا في السن الصغير ده. الهزيمه زي دي بتهز اللعيبه، تعامل نفسي، واعتقد ده اللي عمله كابتن الكاس. ونجح والحمد لله. عنده مجموعه من اللعيبه مميزه جدا، مستقبل للكره المصريه. اتمنى لهم التوفيق. هو محتاج بونت بس المباراه اللي جايه ان شاء الله، ويقدر يعدي المرحله دي ويلعب في بطوله افريقيا ان شاء الله. منتخب جيد يقدر يوصل في حاجه جيده ان شاء الله. ان شاء الله المنتخبين يوصلوا يا رب باذن الله، لانه لانه بالتاكيد يا كابتن احمد فكره تواصل الاجيال، بس ده محتاج بقى نظره كبيره جدا وملف غايه في الاهميه لاداره كره القدم. ده طبعا الفتره الجايه اتحاد الكوره طبعا عنده حاجات كتيره جدا، عنده ملفات كتيره جدا هيبدا يبص فيها. اولا بنبارك المهندس هاني ابو ريده ومجلس الاداره كله على النجاح، ونتمنى له طبعا ان شاء الله باذن الله. الملفات دي احنا اتكلمنا فيها، كل الناس الرياضيين كل اتكلمت في الملفات، ملفات التحكيم، ملفات قطاعات الناشئين، ملفات التزوير، ملفات المسابقات، حاجات كتيره جدا، ملفات صعبه جدا. اتمنى الكابتن المهندس هاني ابو ريده يحط لكل واحد كده باذن الله ملف، اسم كده يعني يكون هو المسؤول عن الملف ده. اتمنى له التوفيق ان شاء الله، لان احنا محتاجين حاجات كتيره جدا نحلها الفترات الجايه باذن الله. باذن الله. ندخل بقى على الدوري قبل ما نبدا في مباريات امبارح في بدايه الجوله الثالثه. سؤال كده بشكل عام، النظام الجديد اللي احنا يعني تم استحداثه للنسخه دي من الدوري الممتاز، انه يكون دوري من دور واحد وبعدين تتقسم الفرق مجموعتين 9 و9، ده شايف حضرتك ده مفيد للكره المصريه وما كانش في حل تاني، ولا ممكن يؤثر على مستوى المنافسات؟ بص، احنا بقى لنا 3 4 5 مواسم في مشكله كبيره جدا من ساعه موسم الكورونا. واحنا عندنا مشكله كبيره جدا، الموسم بيفضل معانا لغايه شهر 10 وشهر 11 واللعيبه ما بتلحقش ترتاح. مش عارفين ده اللي فات ولا اللي جاي. اللعيبه ما بتقدرش ترتاح. اللعيب محتاج وقت بين الموسم والموسم عشان اقدر اشتغل وابدع او اشتغل كويس بالنسبه للمسابقات. كان مشكله بتقابل الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري اللي هم موجودين في بطوله افريقيا والدوري الممتاز، بيلعبوا عدد ماتشات كبيره جدا، فتلاقي الموسم بالنسبه له صعب جدا، فبتلاقي اصابات، بتلاقي مستوى وحش جدا في بعض المباريات. قرار كبير جدا عجبني في موافقه مجلس اداره النادي الاهلي والزمالك والانديه الكبيره طبعا انهم يوافقوا بقرار زي ده، ان هو ناخد قرار ان احنا نلعب دوري اللي هو المجموعتين، يعتبر مجموعه، بعدين بعد الدور الاولاني بيخش على 9 فرق و9 فرق. ده قرار كان كبير جدا، قلل عدد المباريات. انا شايف ان هو موسم استثنائي بالنسبه لنا نستحمل من خلاله كل بقى المشاكل اللي فيه، كل الايجابيات السلبيات لازم نستحملها. بس انا شايف ان الدوري ده يعني مشكلته ان هو سخن شويه، والناس قلقانه والناس خايفه، كله عايز يبقى من ال9 الكبار اللي هم ال9 اللي هينافسوا على البطوله، فده عامل قلق شويه وعامل جدل في بعض المباريات، اذا كان جدل تحكيمي او جدل في بعض الالعاب، اللعبات المعينه، فدي مشكله كبيره جدا. بس احنا زي ما بنقول نستحمل الموسم ده عشان ان شاء الله نقدر نتواكب مع الدوري في كل بلاد العالم، نقدر نخلص الدوري في شهر 5 واللعيبه ترتاح، وان شاء الله يبقى بعد كده الموسم شغال عادي جدا. نطبق ده بقى على المباريات اللي احنا شفناها امبارح. نبدا بالاهلي والاتحاد السكندري، مباراه جماهيريه حماسيه جدا طبعا. النادي الاهلي يعني مباريات متواصله، يعني عنده الثلاث الجاي دوري ابطال افريقيا مع استاد ابيجان، وبعدين في مباراه في الدوري، وبعدين يطلع لجنوب افريقيا اورلاندو بيراتس، وبعدين على الدوحه عشان بينتظر بقى الفائز من باتشوكا وبطل كوبا دي ليبرتادوريس اللي هو هيتحدد في نهايه الشهر.
يعني مباريات كتيره جدا، فيبدو ده انه مأثر على الاداء امبارح يا كابتن، حتى انه مارسيل كولر عاقب اللعيبه وقال لهم ترجعوا كلكم بالاتوبيس، وما كانش راضي عن الاداء وخساره نقطتين. بصي طبعا دي مشكله لعيبه النادي الاهلي، مش مشكله لعيبه النادي الاهلي متعوده عليه. بيخلص بطوله يخش على بطوله ثانيه، خلص مباراه في بطوله يقفل الصفحه، كسب يخش على بطوله ثانيه، وده طبيعه اللي لعيبه النادي الاهلي بتشتغل عليه الفترات اللي فاتت. بيحققوا انجازات ونجاحات في كل البطولات، مش في كل البطولات، مفيش حد بياخد كل البطولات. انا بشتغل وبتعب، ربنا بيوفقني في بعض البطولات، فربنا ما بيوفقنيش في بعض البطولات. لكن النادي الاهلي بقى له بصراحه فتره الحمد لله عامل نتائج على مستوى. مباراه امبارح بقى، انا اولا راجع من فتره توقف، اللعيبه انا من وجهه نظر اللعيبه مش جاهزه بدنيا كويس. فتره التوقف كانت ممكن طويله شويه. انا كان عاجبني مثل كولر في بعض المواسم السابقه ان هو عنده ميزه كنت بتكلم فيها، ان هو بيبقى البديل بالنسبه له مهم جدا. فلما البديل يبقى متواجد بحس ان البديل مش ده بديل، لا ده لعيب زي قريب من الاساسي جدا. لكن امبارح ظهر في بعض اللعيبه اللي هي خدت فرصه بسبب مثلا الاصابات او بسبب الايقافات بسبب الاجهادات. هندي مدي امبارح لكهربا عمرو السوليه بالظبط، كهربا السوليه برضو لعب عشان بيريح مروان، اصابه محمد هاني مثلا لعب اكرم، اصابه لعب المساك خالد عبد الفتاح برضو مكان مدافع رامي ربيعه، وخالد لعبوا امبارح. انا شايف ان البديل مش هو ده اللي كان بيحصل في المواسم السابقه، حتى كمان اللعيب البديل اللي بينزل اذا كان بيرسي تاو اذا كان رضا سليم، انا حاسس ان اللعيبه بدا الزعل كتير قوي دلوقتي. يعني كان الاول اللعيب البديل بينزل تحس ان هو مش زعلان، لا انا ليا دور في وقت معين، بعمل شكل معين، بادي دوري حتى لو بلعب 10 دقائق او ربع ساعه. لكن انا شايف دلوقتي مثلا رضا سليم بينزل اداؤه مش جيد، بيرسي تاو برضو اداؤه مش جيد، خالد عبد الفتاح امبارح انا شايف من وجهه نظر الهدف من غلطته هو، لان هو الكره من على الجنب وكره عرضيه. اللي مطلعني بره ال 18 هتعمل كره عرضيه عنده خالد برضو مشكله ان المدافع لازم يكون طويل شويه عشان الكره العاليه، وده برضو اللي حصل زي الموسم اللي فات، بعض الاخطاء الدفاعيه، التمركز كان وحش جدا في الهدف. كان الاهلي بنقول ضامن المباراه. قفشه امبارح لما نزل برضو ما كنت حاسس ان هو مش هو قفشه، فحاسس ان امبارح لا البديل مش جاهز زي المباراه السابقه، ما اعرفش ليه. النادي الاهلي في المباراه نفسها لا كان مستحوذ، نسبه الاستحواذ كانت عاليه جدا، هو كان اقرب للمباراه 65 بالظبط. الفرص ضاعت بطريقه غريبه جدا، اذا كان يعني حسين الشحات يوصل لمرمى المهدي سليمان بالظبط كتير، بس ما كانش فيه توفيق خالص. ما كانش فيه توفيق خالص. فرص من كهربا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، فرص غريبه جدا كانت بتضيع. مش عايزين نقول ان اللعيبه بس، لا بصراحه الهاني السليمان عامل مباراه على اعلى، المهدي السليمان عامل مباراه على اعلى مستوى، نجم المباراه، بيتعامل مع المباراه او كل الكور بقتاليه وبروح كبيره جدا، وده شفناه امبارح وكان يستاهل ان هو نجم المباراه. لكن في المباراه بالمجمل الاتحاد عمل جيم تكتيكي كبير جدا، بابا فاسيلي واشتغل شغل كويس جدا مع النادي الاهلي، وحاول في بعض الاوقات ان هو يقفل على نجوم النادي الاهلي او اللعيبه المميزه في النادي الاهلي، وده نجح بتوفيق ربنا ان هو يجي له هدف في الوقت ده اللي صعب تعويضه. لو كان الجون ده جه بدري شويه كنت متاكد ان النادي الاهلي ممكن يرجع للمباراه ويكسب، لكن جه في وقت شويه لاخر بالظبط، وقت صعب جدا جدا، فده توفيق من ربنا. صفحه وهتتقفل، والنادي الاهلي هتلاقيه المباراه اللي جايه ان شاء الله باذن الله افريقيا باذن الله، ابيجان الايفوار ان شاء الله باذن الله. نبدا بقى بدايه المجموعات في بطوله افريقيا، اللي هو النادي الاهلي معودنا احنا ما بنبصش المجموعات، لا احنا بنبص خلاص بقى السيمي فاينل والنهائي ان شاء الله باذن الله. الطموح يتجدد، اللي مهم جدا جدا ان المدير الفني على طول بيخلق دوافع وطموحات، عشان ان انا اصعب حاجه لما بتكون فايز ببطوله وبتلعب على بطوله نفس البطوله الثانيه وتقدر تحتفظ بيها. فاتمنى النادي الاهلي يقدر يحتفظ بالبطوله السنه دي ان شاء الله، اللي انا شايفها هتبقى صعبه شويه باذن الله، بس النادي الاهلي قادر ان هو يفرحنا ببطوله افريقيا باذن الله. محتاج ايه النادي الاهلي صفقات في الميركاتو اللي جاي ده على طول؟ بص يعني اكيد طبعا في كل وقت انا بقيم التجربه. في دلوقتي اللجنه الفنيه بقياده كابتن محمد رمضان وكابتن مختار
كابتن زكريا ناصف، كابتن الخطيب، حسام غالي، اسامي كبيره في الكره المصريه واسامي كبيره في النادي الاهلي، عارفين ان ايه المشكله فين دلوقتي في بعض المراكز، واحنا محتاجين، عندنا مشكله في حته السردباك في ظل اصابه الصفقات اللي احنا جبناها زي مثلا يوسف ايمن واشرف داري، صفقتين ما بيلعبوش، بنلاعب خالد عبد الفتاح الاول باك يمين، بنلعبه مساك، ودي غريبه جدا. ما لحقوش اصلا. بالظبط، في مشكله كبيره جدا في النادي الاهلي في الحته دي. اتمنى كمان لما اتصاب وسام ابو علي احنا كنا بنقول عايزين فيرود، حتى ما جبنا وسام احنا مش مجهزين كهربا كويس. كهربا نفسه لازم يراجع نفسه شويه، لازم هو يركز لان كهربا لما بيركز وبيحط لنفسه دوافع، لما زي ما بيقول لك، زي ما المدير الفني والنادي الاهلي بيعوزه بيلاقيه وبيسجل وبيظهر بشكل جيد. لكن هو انا حاسس ان هو خلاص استسلم شويه، استسلم ان انا ابقى رقم 2 او رقم 3، ودي حاجه مش كويسه في لاعب كره القدم. اتمنى له التوفيق. طاهر ما ينفعش يكون في المركز ده؟ ما هو برضو انا عندي كهربا واجيب واحد من الجناح العبه فيرود، يبقى انا كهربا ملوش وجود بقى، يبقى دور له العقد اعاره احسن من الاول. ما هو كهربا كمان جناح. لكن كهربا، بس كهربا بيشتغل فيها كويس. وطاهر محمد طاهر اشتغل في نادي المقاولين برضو كمهاجم. لكن برضو احنا عندنا مشكله برضو ان طاهر حتى لو جبناه من الجناح ولعبناه مهاجم، احنا برضو عندنا مشكله في الجناح، لان عندنا برضو بيرسي تاو مش هو بيرسي تاو اللي احنا جبناه من 3-4 سنين. لان مشكلته ايه بيرسي تاو يعني على فترات؟ من وجهه نظري بيرسي تاو بالنسبه للراجل، بيرسي عنده مشكله، بيصل لدرجه اليقين انه ماشي، عنده مشكله دفاعيه خطيره، ما بيدافعش خالص. ودوره الهجومي في التلت الهجومي بس. لكن الراجل ده لما بيجي يشتغل دلوقتي عايز الجناح هيفضل شغال هجوميا ودفاعيا. عشان كده طاهر محمد طاهر وحسين الشحات بيلعبوا في الحته دي، وحتى البديل بتاعهم الاقرب رضا سليم، لان بيشتغلوا الجانب الهجومي والدفاعي كويس جدا. لكن بيرسي عنده كسل شويه، فاتمنى ان حتى لو هو كده يعني يخليه ترتيبه ما يفكر فيه كمهاجم، لانه كمهاجم برضه حته الدفاع ما بيرجعش زي الجناح. لا النادي الاهلي محتاج برضه زي ما بقول مهاجم، محتاج جناح. انا من حاجه مهمه جدا اتمنى النادي الاهلي يعني اكيد هم بيفكروا فيها، الملف اللعيبه المحترفه. احنا عندنا اللعيبه المحترفه مفيش غير واحد بس اللي بيلعب اساسي، يحيى عطيه الله، واعاره. كل اللعيبه اللي عندنا احتياطي، ما ينفعش اجيب لعيب محترف وبدفع فيه دولارات وقعدوا بره احتياطي، واللاعب المصري هو اللي بيلعب. وسام ما بيقيدش محترف بالظبط كده. عندنا رضا سليم، رضا سليم وبيرسي تاو واشرف داري ويوسف ايمن مصري وعلي معلول عشان الاصابه. فبتكلم ان انت كل معظم اللعيبه المحترفه مش ما لهمش دور كاساسي في الفرقه، وده حاجه برضو غريبه شويه. لازم عشان اجيب لعيب محترف لازم يكون لعيب على قد المستوى اللاعب المصري اللي هو موجود في النادي الاهلي، لازم يعمل لي طفره في ادائه في الفرقه وافضل بالظبط كده. لازم اجيب اسم كبير، بس برضو يعني ما هو ما انا جبت اسم كبير برضو افريقيا، اكيد العمله الصعبه دلوقتي بتعمل مبلغ كبير جدا. طب اللاعبين المعارين داخليا يا كابتن، في منهم اسماء تصلح انها تعود مره ثانيه للنادي الاهلي؟ تعود وهيبقى ليه دور كبير جدا، بس محتاج وقت شويه. كباكا من اللعيبه الجيده جدا وظهر مع منتخب الناشئين، موجود في مودرن، ممكن محدش واخد باله في الفترات اللي فاتت بيلعب في مودرن من الموسم اللي فات كلاعب اساسي مع انه لسه صغير. وده عاجبني قوي ان دلوقتي احنا دلوقتي بنقول على لعيبه المنتخب الاولمبي لعيبه ناشئين ولسه طالعين عنده 23 24 سنه، لكن كباكا دلوقتي عنده 19 سنه. هو لامين يامال ده عنده كام سنه؟ 18 19 سنه زي هو كباكا كده. فكباكا من اللعيبه اللي عاجبني جدا، اللي خامه مبشره جدا. وجوده حتى هو بيلعب في وسط المنتخب تحس ان وحاطين لعيب كبير في وسطهم، لعيب عنده خبرات كبيره جدا لكن هو لسه صغير. دي من اللعيبه اللي هتقرب الفتره الجايه للنادي الاهلي، وكان لها دور كبير جدا جدا في النادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله. نروح للمباراة الثانية كمان اللي كانت بالأمس، مباراة بالتأكيد قوية مليانة أهداف. 3-1 بيراميدز بيفوز على البنك الأهلي. صعبان عليا طاهر مصطفى، واخد مباريات صعبة جدا ورا بعض. الزمالك، بيراميدز، اتعادل مباراة واحدة بس لسه بصماته دايما واضحة. أكيد طارق مدرب شاطر، وأكيد مجلس اداره البنك الاهلي عارف ان ترتيب المباراه بالنسبه له صعب جدا بالنسبه للبنك الاهلي، لكن برضو عندهم اكيد بعض القلق لان هم برضو عايزين طموحاتهم. البدايه من ساعه البنك الاهلي ما صعد عنده مشكله البدايات، دي برضو بتاثر عليه خلال الموسم كله. دلوقتي الموسم ده مختلف، انت دلوقتي عايز يبقى ليك دور من التسعه الكبار، ولا عايز تبقى من التسعه اللي تحت تفضل
تحارب ان انت تقعد في الدوري. لا، هو دلوقتي البنك الاهلي بقى له 4 5 مواسم، مع انه عنده مجموعه من اللعيبه على اعلى مستوى، على اعلى مستوى، ومعاهم جهاز فني على اعلى مستوى. كابتن طارق عنده خبرات كبيره جدا، اذا كان في الدوري المغربي والدوري الاماراتي، وبدا في الدوري المصري هو ياخد حظه او دوره. لكن ترتيب المباراه بالنسبه له كان صعب جدا. بيلعب بيراميدز، بيراميدز من الفرقه جاهزه، بادئين الدوري بدري جدا، او بادئين الموسم بدري جدا. اذا كان بطوله السوبر عنده مجموعه لعيبه على اعلى مستوى، وخد بطوله كاس مصر بالظبط كده، وعنده لعيبه على اعلى مستوى، بيقدر يجدد وبيقدر يجيب لعيبه من موسم، كل موسم بيشوف عنده مشكله في اماكن معينه، لكن بيعرف يجيب لعيبه عنده القيمه الماليه للعيبه، بيعرف يجيبها لعيبه كبيره جدا، نقول لعيبه من التصنيف الاول. وده اللي بيظهر في بعض المباريات، الخبرات اللي اللعيبه دي، يعني في لعيبه معينه بارقام معينه هي دي اللي بتصنع الفارق. وده شفنا امبارح زي مصطفى فتحي، لعيب كبير جدا، قيمه كبيره جدا في الكره المصريه وفي الدوري المصري. جابوا عبد الرحمن مجدي، لسه ما خدش دوره كويس، لكن عبد الرحمن برضو من اللعيبه الكبيره جدا في الدوري المصري مع النادي الاسماعيلي. جابوا اوباما. اللعيبه دي انا بتكلم عليها ممكن برضو ما تكونش اللعيبه الاساسيه لسه، لكن بيعرف يجيب لعيبه عنده البديل كويس جدا. ففرقه اللي بتلعب على بطوله لازم يكون عندك لعيبه اللي هي على الدكه، لعيبه قريبين جدا، عشان لما يحصل بعض الاصابات او التوقفات ما يحصلش مشكله في الاداء في الفرقه. فده بصراحه بيراميدز ده اشتغل على حد كويس. البنك الاهلي بالتسجيل، لكن رجعوا على طول بيقولوا زي ما بقول لك خبرات اللعيبه، وفي تفاصيل معينه كده هي اللعيبه الكبيره اللي بتقدر تغير النتيجه في المباراه، وده اللي ظهر امبارح في المباراه. بتمنى التوفيق طبعا لكابتن طارق في المباراه اللي جايه، ونقول له ما فيش مشكله خالص، ربنا يوفقك في المباراه الجايه. وبيراميدز برضو بتمنى لهم التوفيق، لان هم داخلين بعد كده على تجربه اللي هي بقى بطوله افريقيا والمجموعات. بتمنى لهم ان شاء الله باذن الله. السنه دي بقى بيراميدز بقى له موسمين 3 بيجي في المجموعات بيخرج، اتمنى له ان شاء الله يقدر يوصل هو والنادي الاهلي بالظبط كده. يا ريت يا ريت يا ريت، اتمنى يعني. مباراه كبيره، 7 اهداف، فاركو وانبي 4-3 بيفوز فاركو. برضو تقييمك للمباراه دي ايه؟ والله فاركو من الموسم اللي فات الابقاء على احمد خطاب من المدير الفنيين الشباب، اللي هو الاداره عندهم ثقه فيه كبيره جدا. احمد خطاب اولا كان مساعد ثالث للفريق، لكن هم عندهم قناعات، كانوا بيجهزوه ان هو يبقى المدير الفني، وده باين في شغله. المباراه كان مهم القرار ده، والثقه يعني مخليها ماشي كويس وعنده اكيد دوافع طبعا كتير. اكيد برضو. على الجانب الاخر سيد ياسين، برضو الناس كتير ما بتتكلمش عن سيد ياسين، ممكن ما حدش عارف ان المدير الفني الانبي سيد ياسين. سيد انا اعرفه شخصيا من هو في قطاعات الناشئين في انبي، مدير فني على اعلى مستوى، اشتغل مع مدربين كبار جدا، اشتغل مع كابتن حلمي وطولان، كل مدير فني مع كابتن علي ماهر، كل مدير فني كان بيتواجد مع انبي. سيد ياسين كان موجود في الجهاز الفني وخد خبرات كبيره جدا لغايه ما جه الوقت. بيعجبني قوي انبي ان هو بيعتمد على اولاده في وقت من الاوقات، ادوا له من الموسم اللي فات، وده صناعه الكوادر بالظبط. كابتن احمد، ده اعتقد هدف اساسي لاي اداره. الدوري المصري دلوقتي بقى اسامي، معظم الاسامي اللي فيه مش نجوم زي الاول، مدربين اشتغلت وتعبت وبقى ليها دور، وده اللي بيظهر دلوقتي. مباراه كانت حلوه جدا، فيها اهداف كبيره جدا واهداف حلوه كمان. وفاركو بدا يعني بدايه غير المواسم السابقه، ان هو يوصل 4 بونت من 3 مباريات. فاركو ده برضو عدد بنقاط كويس جدا. اتمنى الانبي سرعه على طول الفوال، لانه زي ما بقول لك كل الانديه قلقانين ان الدوري قصير، مش هيتعوض. الدوري قصير، وكله انا عايز ابقى فين؟ عايز ابقى من التسعه اللي هم بينافسوا، ولا التسعه اللي هيلعبوا على الهبوط؟ فدي هتظلم كتير جدا جدا انديه. لكن هي الكوره كده، موسم زي ما بنقول موسم استثنائي، لازم نستحمل ولازم الناس تشتغل، واتمنى توفيق كل الانديه اكيد. من الظواهر برضو اللي من خلال كلام حضرتك نركز عليها، ان احنا عندنا 4 مديرين فنيين اجانب بس في الدوري، يعني من 18 فريق 4 بس. طبعا مارسيل كولر مع الاهلي، جوميز مع نادي الزمالك، يوروسلاف ميلوتيتش مع بيراميدز، وبابا فاسيليو مع الاتحاد. باستثناء ال4 دول، بقيه المديرين الفنيين كلهم مصريين، على تفاوت بقى المراحل السنيه بالظبط كده. بالظبط كده طبعا. انا زي ما بقول لك خريطه المدربين اتغيرت. هايل. بالظبط. مدربين كانوا مساعدين في فتره من الفترات، دلوقتي بقى هم ماسكين القياده الفنيه لكل الانديه.
طارق مصطفى مثلا في وقت من الاوقات كان انا اشتغلت معاه سنه، كنت انا وهو وكابتن طارق يحيى، كان شغال مساعد. عبد الحميد بسيوني اللي عامل نتائج كبيره جدا جدا مع طلائع الجيش بقاله موسمين ثلاثه، طبعا من الاسماء الكبيره طبعا. واخد بطوله السوبر من النادي الاهلي، وعامل نتائج ايجابيه كبيره جدا مع نادي طلائع الجيش، برده كان مساعد. محمد يوسف كان مساعد مع المدير الفني النادي الاهلي. كل المديرين الفنيين اللي كانوا في وقت من الاوقات مساعدين، دلوقتي هم المدير الفنيين، اشتغلوا في اوقات كبيره جدا وخدوا الخبرات اللي هي تاهلهم انه يبقوا مدير فني، وده اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. احمد سامي برضو احمد سامي برضو من الناس اللي شغاله. علي ماهر برضو اشتغل فتره طويله جدا مساعد. ايمن الرمادي ايمن برضو تجربه كبيره جدا في الامارات، ودلوقتي طبعا كل التوفيق، مش عايزين ننسى حد. بالظبط، كل التوفيق لكل المديرين الفنيين، كله بيشتغل، وكل التوفيق ليه برضو. مش عايزين ننسى السيد عيد مع بتروجيت اللي هي انا بنتمي لبتروجيت، انا بشتغل في بتروجيت، فبرضو تجربه كبيره جدا. واول مباراتين عاملين مباراتين جيدين جدا مع سيد عيد اللي هو مجموعه من الاسماعيلي يوم الاحد. بتروجيت والاسماعيلي برضو بتروجيت جايبين مجموعه من اللعيبه. لو جينا نقول نحط التشكيل بتروجيت حوالي 3/4 اللعيبه ما حدش يعرفهم، فدي حاجه جيده جدا، وده نجاح للمدير الفني. تجربه كبيره جدا وتجربه مفيده جدا. اتمنى لهم يا رب ان شاء الله باذن الله ان يبقوا من 9 اللي في الاول. دي موضوع صعب جدا جدا، لان احنا لو حسبنا مع بعض دلوقتي مين ال9 اللي يقدروا يخشوا يبقوا من ال9 اللي هيلعبوا على المنافسه، هتلاقي الموضوع صعب جدا في اخر 2 3. يعني مثلا اهلي، بيراميدز، الزمالك، مصري، الاربعه دول اللي هم كانوا موجودين الموسم اللي فات، اتوقع برضه ان هم يبقوا الاربعه دول، صح ولا مش صح؟ ممكن اكيد. أيوة. هتلاقي بقى منافسه قويه جدا. اذا كانت سيراميكا فرقه جيده جدا هتلاقي قويه جدا، سموحه، الاتحاد، البنك الاهلي، مودرن، زد برضو يعني مش هننسى طبعا الفرق الجماهيريه بالظبط. انا بقول لك قلت الاتحاد المصري وغزل المحله. لا بص، الاسماعيلي طبعا عنده معاناه شديده للاسف. المعاناه ال9 اللي هيبقوا من تحت معظمهم يعني الفرق اللي هي صعدت، اذا كان حرس الحدود والمحله هيبقى صعب جدا بالنسبه لهم. هم 9 ده طبيعي لاول موسم. وبتروجيت اللي اتمنى اول موسم صاعدين، بس اتمنى ان يقدروا يخشوا من ال9 اللي في الاول. لكن لا، هتلاقي الاسماعيلي السنه دي في معاناه كبيره جدا، عنده مشكله القيد. لكن اتمنى التوفيق يا رب باذن الله لحمد، لان حمد من المدير الفنيين اللي اشتغل كتير جدا مع الله يرحمه كابتن ايهاب جلال، خد خبرات منه اكيد كبيره جدا. لسه كنت قاعد معاه قريب في عزا والد الكابتن تامر نحاس، كان قاعد جنبي وقعدت ادردش معاه شويه. اكيد حاسس بمعاناه كبيره جدا، حاسس بمعاناه كبيره جدا. مجموعه من اللعيبه خبراتهم قليله جدا، بس بتمنى له التوفيق، لان هو يستاهل ان هو ربنا يكرمه باذن الله مع فرقه الاسماعيلي. اكيد يحاول يستخدم عامل الجمهور اللي هي حاجه كبيره جدا، بس اهم حاجه ان الجمهور يكون مقيم الموضوع صح، يكون ايجابي. الاسماعيلي لازم يا جماعه، الاسماعيلي لازم انا كجمهور انا رايح المباريات، انا مش الاسماعيلي مش هياخد الدوري، لازم ابقى ورا اللعيبه حتى في الهزيمه، لازم حتى واللعيبه خسرانه لازم ابقى وراهم في الملعب، ده طبيعي، لازم ابقى ورا، لان فعلا اللعيبه دي محتاجه دوافع، ومحتاجه لعيبه جمهور في ظهرهم، ومحتاجه مجلس اداره يساعدهم. لكن الموضوع صعب جدا بالنسبه للاسماعيلي والمحله والجونه وحرس الحدود. انا شايف ان الاربعه دول بالنسبه لهم احنا مكملين ومستمرين في الدوري، وهنشوف التوقعات هتبقى عامله ازاي ان شاء الله. النهارده في 3 مباريات، في طلائع الجيش مع سموحه، في الجونه وغزل المحله، في الزمالك والمصري من اللقاءات الجماهيريه. الزمالك في الفتره الاخيره مقبل ايضا على بدايه دور المجموعات في الكونفدراليه مع المصري، وبروفا بقى في الدوري قبل ما هيتقابلوا مرتين في الكونفدراليه. اكيد طبعا مباراه صعبه جدا النهارده، اولا للمنافسه على الدوري او منافسه على المربع الذهبي السنه دي. انا زي ما بقول لك الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، الاربعه دول التوقع اللي هو احنا كمدربين بنبقى من اول السنه بنبقى عاملين خريطه كده، بنقول مين اللي يقدر يخش الاربعه الفرق المنافسه، ومين اللي يقدر يخش في ال9 الكبار، ومين يقدر يصارع على الهبوط. ده طبيعي، الناس كلها بتبقى عارفه يعني الخريطه هتمشي ازاي. يعني اكيد مباراه صعبه جدا، منافسه قويه جدا بين النادي المصري عنده طموح قوي جدا اذا كان في الدوري الممتاز او في الكونفدراليه. خبرات كابتن علي ماهر، مستر جوميز، مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى. اصابات الزمالك ممكن تعمل له مشكله، غيابات في بعض المراكز، دي اللي هتقابل الزمالك زي ما تقابل الزمالك السنه دي. الزمالك عنده سكواد
مش هنقول مكتمل في بعض المراكز، فدي هتعمل له مشكله شويه، لكن خبرات اللعيبه او الجمهور يقدر يزق اللعيبه شويه ان هي تقدر تعمل نتائج ايجابيه في المباراه. لكن المباراه صعبه جدا جدا بالنسبه للنادي الزمالك، وكابتن علي ماهر بالنسبه له اللعيبه المدربين اللي بتشتغل ويلعب مباراه ضد الزمالك والاهلي بيبقى مباراه خاصه بالنسبه له، عايز ينجح وعايز عارف ان كل الناس بتتفرج على المباراه، كل الناس بتقيمه، فبيبقى عايز ينجح في المباراه اللي زي دي. فبتمنى ان شاء الله نتفرج على مباراه كويسه باذن الله. طلائع الجيش وسموحه برضه تتوقع اكيد مباراه صعبه فنياً جدا للمباراه دي؟ اكيد مباراه صعبه جدا. كابتن عبد الحميد بسيوني وكابتن احمد سامي، انا مستني طبعا. هي مباراه خاصه. معلش كابتن عبد الحميد كنت معاه من يومين برضه، وقال لي لو كسبت عازمني على حمام يعني، فانا مستني ان شاء الله يعني. كابتن احمد سامي معلش يعني ما يزعلش مني، انا عايز النهارده بسيوني يكسب عشان ناكل الحمام. اتمنى لهم التوفيق. الاول مباراه صعبه عن العزومه، انت تتوقع المباراه ازاي من خلال اول جولتين يعني؟ بصي سموحه على الاقرب، لان اسم سموحه او لعيبه سموحه من وجهه نظري، بس هي ما بتبقاش كده. سموحه دلوقتي عنده يعني سموحه لعب مباراتين في الجوله الثانيه كان خسر مباراه، كسب مباراه 2-0، وده طبيعي يعني، وكسب مباراه. طلائع الجيش كان كسب الغزل المحله 3-2 بالظبط كده. فمباراه قويه جدا. سموحه عنده 3 بونت وطلائع الجيش عنده 3 بونت. مباراه صعبه جدا، كله عايز زي ما بنقول في الجدول عايز اطلع فوق الفرقه الفوقيه، فالمباراه تلاقيها صعبه جدا جدا. فانا من وجهه نظري المباراه اقرب للتعادل، لان كل واحد فيهم هيبقى قلقان من الخساره، لكن خبرات اللعيبه هي اللي هتحسم. دول زي ما بنقول تفاصيل في حاجات معينه اللعيبه هي اللي بتقدر تحسمها. كل مدير فني بيشتغل فتره اللي هي الفترات اللي فاتت على الفرق الثانيه، بيشوف بيلعبوا ازاي، طريقه اللعب. انا بحط طريقه اللعب اللي بتتناسب مع المباراه. عبد الحميد بسيوني مدير فني كبير، احمد سامي مدير فني كبير، بتمنى لهم توفيق ويكون مباراه مفتوحه ونقدر نتمتع زي مباراه فاركو كده مثلا امبارح وعدد اهداف، لان دلوقتي هي المتعه دلوقتي الاهداف. لما بنشوف مباراه في عدد اهداف كتير بنتمتع وبنبقى مبسوطين بعدد الاهداف دي، ونديه واثاره، ما تبقاش عارف مين اللي هيكسب المباراه، وده جمال كره القدم. طيب الجونه بيستضيف غزل المحله برضو، يعني صراع قوي جدا برضو. زي ما بنقول الجونه من الفرق برضو اللي كابتن عبد العال متواجد من الموسم اللي فات، فرقه بتشتغل برضو بعدد لعيبه ممكن برضو محدش يعرف عنهم اساميهم برضو مش كبيره قوي، لكن بيشتغلوا. كابتن علاء اسم كبير في الدوري الممتاز بقاله فترات طويله جدا. كابتن علاء ليه دور مهم جدا مع الانديه اللي هي بتصارع على الهبوط، وبيعرف ينجح بيهم، بيعرف، وده اشتغل كتير جدا مع الداخليه وقدر يقعدهم في الدوري. ودي الجونه بتشتغل على القصه دي. الجونه اذا كانت الجونه اذا كانت غزل المحله من الفرق اللي هي انا بشتغل في الدوري بس عايز ابقى مستمر في الدوري، مش عايز اخش المنافسه. بالنسبه لي صعب جدا، لان عشان كل نادي عايز يخش المنافسه لازم يحط قيمه ماليه معينه. مين اللي عنده القيمه الماليه دي عشان اقدر اخش مثلا من الاربعه الكبار في انديه معينه؟ هي اهداف وانا بحط الامكانيات على قدر انا بقى انا عايز ابقى فين مكاني في الدوري، فانا بحط القيمه الماليه اللي هي تخلي موجود في الدوري. بكره في الاسماعيلي وبتروجيت، حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، مودرن سبورت وزد اف سي. سريعا تتوقع ايه اول مباراه الاسماعيلي وبتروجيت؟ طبعا انت عايز بتروجيت تكسب. اتمنى طبعا بتروجيت تكسب، واتمنى تخش من 9 الكبار باذن الله ان شاء الله. وانا دايما بحب الفرق الجماهيريه، والاسماعيلي برضه يستاهل، الاسماعيلي والاتحاد وطبعا الاهلي والزمالك والغزل، لان الجماهير بتبقى فرحانه طبعا مع كل الاحترام لكل الفرق. اكيد طبعا. حرس الحدود وسيراميكا، لا مباراه صعبه جدا بالنسبه لكابتن محمد يوسف، اللي هو هيعاني معاناه قويه جدا جدا السنه دي. الاقرب للفوز طبعا سيراميكا، عنده مجموعه من اللعيبه على اعلى مستوى. مباراه صعبه جدا جدا اذا كان زد ومودرن، لكن اتوقع برضه زد ممكن يكسب. ان شاء الله نشوف مباريات قويه، سواء مباريات النهارده او مباريات بكره باذن الله في اطار الجوله الثالثه من الدوري الممتاز المصري لكره القدم. كابتن احمد نورتني وشرفتني وسعدت جدا بالحوار مع حضرتك، وتحليل بقى شامل كده لكل عشاق كره القدم المصريه، منتخبات، انديه، ونتمنى تكونوا استمتعتوا معانا في فقره كره القدم النهارده. شكرا يا كابتن احمد. متشكر جدا. طبعا مشاهدينا ما تروحوش في اي حته، كملوا معانا صباح الرياضه. لسه بعد الفاصل عندنا فقره المشاغبات الرياضيه مع المشاغب طارق رمضان، الناقد الرياضي والكاتب الصحفي بالاهرام الرياضي، اللي ان شاء الله هيكون في ضيافه الزميل العزيز محمد مرسي بعد الفاصل. انتظرونا.